السلام عليكم خوتي، نرجع لكم بهذا الفيديو. هذا الفيديو بغيت نسميه جائزة نوبل او جائزة حميدة. يعني راكم فهمتوا، احنا عندنا واحد المثل العربي يقول لك، واحد المثل الشعبي يقول لك اللعابة حميدة والرشام حميدة. انا سمعت الناس تزغرد وتهلهل اللي يقول لك واحدة من اليمن، هي على كل حال نهنئ هذا المرأة. على كل حال هي امرأة عربية وانا عربي، دونك انا سابو كو مفيغ بليزير. ولكن في نفس الوقت نطرح السؤال، يعني والسؤال اللي طرحه العزيز، يعني وحبيت نقاسم معكم هذه النظرة. إذا كان هذا جائزة نوبل، ياك حنا على بالنا بلي أوباما هو كان تحصل على جائزة نوبل للسلام في 2009 أو 2010 على ما أعتقد. وإحنا عارفين بلي أوباما يعني على كل حال بالمنهجية تاع السياسية والعسكرية في المشرق العربي وفي أفغانستان، هو على كل حال لابد أن نسمي الأشياء بمسمياتها. يعني هو مجرم. ومؤخرا يعني مؤخرا هذا من يحمل جائزة نوبل للسلام، يعني راه يهدد في الفلسطينيين في تقرير مصيرهم على أنه سوف يستعمل حق الفيتو. دروك حنا بغيت نطرح لكم السؤال، هذه جائزة نوبل هذا راكم تزعقوا علينا ولا راكم علاش راكم زعما فو نبخوني بوغ كي؟ زعما فو نبخوني بوغ كي؟ فو نبخوني بوغ دي بات، بوغ دي حيوان؟ فهمونا دروك. يعني اوباما حامل جائزة نوبل للسلام يمشي يدير حق الفيتو باش الشعب الفلسطيني ما يحققش المصير نتاعه، وتهددون وتزغردون لأن امرأة من اليمن اكتسبت هذه الجائزة والله العظيم زعما خطونا، زعما فون بخوني بوغ كي؟ فرونشمون راكم تضحكوا علينا ولا تضحكوا على ارواحكم ولا ورانا عايشين؟ حنا رانا عايشين في عالم اخر ولا عايشين في المريخ ولا كيف؟ زعما هذه كرهت بالكم. انا هذه هي السؤال ماذا بيا الناس زعما كيما يقولوا يجاوبوني عليه. زعما هل هذه جائزة نوبل هل هي جائزة يعني تقديرا للإنسان على نشاطه السياسي ولا الاجتماعي، أم هي أداة للضغط؟ يعني خلينا من وسائل الإعلام زادونا جائزة نوبل باش نضغط على الشعوب، باش نضغط على المستضعفين. يعني باش أمريكا تزيد تضغط على الناس المستضعفة. سبحان الله. انا هذا هو التدخل تاعي، ان شاء الله ما طولتش عليكم، والسلام عليكم. ماذا بيا زعما الناس هذه زعما الفكره نتاعي، وما على بالي بلي بزاف الناس تقاسم معايا هذه النظره. والسلام عليكم، نرجع لكم قريبا ان شاء الله في فيديو جديد. والسلام عليكم، تهلاو في روحكم خوتي، ونتمنى قاعد تكونوا بخير، وعلى بروشان ان شاء الله.